أهلا بحضراتكم. حب الشباب مشكلة منتشرة بيعاني منها نسبة كبيرة جدا من الناس، بالذات في مرحلة المراهقة. بس في ناس تيجي تقول يا دكتور وانا لسه شباب، يا دكتور ده لسه قدامه الولد كتير على ما يبقى شباب. الفكرة ان حب الشباب هو عبارة عن التهاب في الغدد الدهنية وجذور الشعر، بيحصل اكتر مع زي فترة تغير الهرمونات في مرحلة المراهقة. انها مش لازم يحصل في مرحلة المراهقة بس، في انواع من حب الشباب بتظهر في اعمار مختلفة، بتظهر عند اطفال حديثي الولادة، اطفال رضع، في مرحلة الطفولة ما قبل المراهقة والمراهقة طبعا، في مراحل البلوغ، وممكن توصل ان هي تظهر في مراحل بعد عمر 60. علشان كده حب الشباب مش التسمية الصحيحة، التسمية الصحيحة هي الحب الشائع. تقييم حب الشباب لازم يتم عن طريق طبيب مختص، لان هو اللي يقدر يحدد المشكلة عبارة عن ايه بالظبط، بالذات في السيدات او البنات، لان الموضوع في البنات بيختلف عن الرجالة خالص. البنات ممكن يكون في لخبطة في الهرمونات، اللخبطة دي ممكن تكون مؤثرة على كذا منطقة تانية في الجسم. بعض الأعراض اللي بيكتشفها الطبيب بتخليه يفكر هل في مشكلة في الهرمونات ولا لأ، وفي الوقت ده ممكن نستعين كمان بطبيب أمراض النساء عشان يساعد معانا في تشخيص المشكلة ووضع علاج ليها، وده بيسهل من دور طبيب الأمراض الجلدية كتير. الالتهاب اللي بيحصل ليه درجات مختلفة، فبيتراوح شكل حب الشباب من أول البثور السوداء والبيضاء اللي تبقى موجودة على البشرة، إلى الحبوب الالتهابية، إلى الحبوب اللي فيها صديد في بعض الأحيان، وبعض الأحوال الشديدة من حب الشباب بيبقى فيها ارتفاع في درجة الحرارة، وحبوب صديدية والتهابية شديدة موجودة في الوجه والجسم. ومن هنا تبتدي خطة العلاج. خطة العلاج بتبتدي بالسيطرة على دهنية البشرة من خلال غسول سليم، من خلال نظام غذائي بعيد عن السعرات الحرارية العالية ومش غني بمنتجات الألبان، من خلال كريمات لعلاج حب الشباب، من خلال بعض أنواع المضادات الحيوية، وقد نصل في بعض الأحيان لاستخدام منتج الأيزوتريتينوين اللي بيساعد بشكل كبير في إنه يقلل من فرصة رجوع حب الشباب مرة تانية بعد انتهاء العلاج. في علاجات أخرى ممكن نستخدمها زي الليزر لعلاج الحبوب ولعلاج أثرها كمان. التقشير الكيميائي بيساعد معانا، الديرما رولر والديرما بين، وبعض الأحيان بنحتاج للحقن، لأن الحقن ممكن يساعد إنه يقلل الالتهاب ويقلل حدوث الندبات بعد حب الشباب.